السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي من جديد في فيديو جديد سهل وبسيط، يا رب يعجبكم. إن شاء الله هعمل معاكم النهاردة الوردة الجميلة دي. ممكن دي نعملها للبوكيهات، نعمل بيها نزين بها حاجة، نهدي بها حد. وردة سهلة وبسيطة حلوة جميلة جدا، أي حد ممكن يعملها بسهولة. يعني من أول مرة إن شاء الله هتطلع معاكم كده ناجحة مليون في المية بإذن الله. الأول كده بنحتاج بكرة ستان. البكرة دي عرض 4 سنتي. آه، عايزين أي مقاس، 5 سنتي، عايزين 2 سنتي مش مشكلة، بس على حسب الحجم اللي احنا هنجيبه هنختار. أنا هعمل في الإزازة دي فتحتها من فوق 3 سنتي، يعني هنا كده دي 3 سنتي. هحتاج حاجة لو هعمل دي 4 سنتي، وهنا الإزازة بتاعتي 3 سنتي، لأن أنا عايزة حجم الإزازة بتاعتي كده، حجم الوردة بتاعتي كده. فهحتاج شريط ستان 4 سنتي، وهحتاج الأخضر ده 2 سنتي، اللي هو العرض بتاعه كده 2 سنتي. لو جبنا 5 سنتي مش مشكلة، وعادي ال5 سنتي تمشي هنا برضو. آه، ف آه، احنا دلوقتي بنجيب لو هنعمل لونين زي دي كده. هنجيب بكرتين لونين، نجيب اي الوان احنا عايزينها. لو هنعمل لون واحد بنعمل لون واحد. فانا هعمل معاكم دلوقتي اللون البيج ده. فانا هنقول ايه الاول؟ هنقول بسم الله على بركة الله. باخد كده 8 سنتي طول، 8 سنتي لغاية هنا اهو، لغاية هنا كده 8 سنتي. هقطع كده بالمقص 8 سنتي. لو انا عملت اطول من كده عادي هتطلع لي الوردة اكبر. فال8 سنتي دي حلوة قوي مع ال4 سنتي. يعني ال5 سنتي بقى ممكن ناخد، لو البقرة 5 سنتي ناخد 10 سنتي، نقطع 10 سنتي. فهي كده اهي، هنقطع 10 وحدات من الستان دي كده، 10 ورقات. هكملهم مع نفسي وبعدين نرجع لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. خلاص عملت 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كده بقى هنعمل الورق الاخضر بتاعها ده من حتتين هنا. البكرة الستان على فكرة لازم اعملها بدبوس من هنا عشان ما تتفكش مني. باخد 10 سنتي، 10 سنتي، واقطع. هاخد ورقتين حتتين قد بعض اهي، اقطع عليها كده واقطع نفس المقاس. يعني لو حاجة طلعت صغيرة بسيط، زيادة بسيط، قليلة كبيرة مش فارقة، يعني الحاجة بسيطة يعني. نحط الدبوس نقفلها كده. باجي بقى اللي بمسك الورق بتاعي كده، انا معايا هنا دي شمعة من اللي بتنور، مش من اللي بتلزق. هعدل الورق كله على بعضه كده، واجي على الزوايا اخد بس الزاوية بدوران كده. لو انا مش عارفه اعملها كده، او المقص بتاعي مش جايب كده، او المقص بتاعي صغير، ممكن اعملهم ورقه ورقه بدوران كده. ممكن برضه لو انا عايزه الدوران يطلع مظبوط اعملهم ورقه ورقه، بتنيها كده، اتني كده واعمل كده. لو انا عايزه ايه، دي طريقه تانية ان انا اعملها كده برضه،
بس ايه, لما لو انا اقدر اعملهم كلهم مرة واحدة كده يبقى اسرع، يعني بدل ما اخد وقت ان انا اعملهم واحدة واحدة. بس كده اهو، خلاص عملنا الورق بتاعنا كله كده. هولع بقى الشمعة وهبتدي اسيح بقى من بعيد من بعيد كده، من اخر الشمعة اعمل كده، واقوم عاملة ايد طالعة لفوق وايد تضغط لتحت. اعمل الحتة دي مش مشكلة لو احنا عملناها بأي شكل ولا طلعت أي شكل عشوائي، المهم ان يكون في تعويجة بسيطة في الورقة تدي منظر الورقة، بدل ما هي تبقى سادة كده، تبقى شبه الوردة البلدي الأصلي. الوردة البلد الأصلي بتبقى متنية كده، ممكن نتنيها لبره، يعني في ورق بيبقى متني لبره، بيبقى متني لبره كده، يعني احنا ممكن نتنيها لبره. أي شكل ممكن يجي معانا. هي ممكن من النار بتلاقيها، شايفين بتتقوص لوحدها لبره اهي ممكن احنا نزودها كده اهي، بنعملها كده. اكمل بقى مع نفسي. بنيجي بقى على دي ونحطهم الاتنين على بعض كده ونقصهم زي مثلث، نقصهم بقى مثلث كده. الناحية التانية بيجي بقى كده اهي، نعملها كده برضو كده. شايفين بنعمل بالراحة خالص عشان ما ما تولعش زي ما ولعت كده. بنعمل من بعيد، لو قربنا من الشمعة بتقوم مولعاه. خلاص كده مش محتاجين الشمعة خلاص. بنيجي بقى بنجيب الازازة بتاعتنا. الازازة بتاعتنا دي قلت لكم فتحتها اللي فوق دي 3 سنتي. لو في كوباية، في مج، في اي حاجة، فنجان قهوة، اي حاجة صغيرة بالحجم ده عادي بنشتغل بيه. بنعمل ايه بقى؟ بنجيب الاول الورق بتاعنا كده، وده الوش بتاعه هنتني لجوه كده ونضغط كده عشان نعلم النص بتاعنا، عشان لما نيجي نحطها احنا بنحط نصها جوه ونصها بره. لازم تبقى متعلمة كده عشان نبقى عارفين احنا المسافات بتاعتنا تكون متظبطة، لان لو احنا عملناها من جوه قصيرة من بره طويلة هتبقى الوردة مش مظبوطة. هيكون نصها البراني ده طويل واللي جوه ده قصير، مش هتبقى حلوة. فلازم يكون اللي هي قد بعضها كده، اللي جوه الازازة قد اللي بره الازازة نفس المقاس، عشان تطلع الوردة معانا مظبوطة كده. خلاص كده اهو. الستان بيبان فيه على طول العلامة اهي. يلا بقى خلاص خلصنا كده اهو. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. ولع المسدس، انا نسيت اولعه. هنجيب الاول اول ورقة اهي، هنحطها الستان الوش بتاعها هو اللي هيبقى جوه. هنجيب النص اهو، الخط بتاعي اهو، هنعمل كده اهو. اتحطت اهي زي ما انتوا شايفين، نصها جوه ونصها بره اهو.
بسند طبعا، بسند كده، وبحط الشمع هنا. الشمع لسه ما سخنش، كان المفروض ان انا اسخنه من شويه. ثواني وهرجع لكم تاني. خلاص كده المسدس سخن. هبتدي اجيب اول ورقه هحطها كده زي ما قلت لكم. الحرف بتاعها اهو، هسند بس بكده، واحط على النص ده شمع كده، وبعدين احط التانية من على النص اهي، النص اهو اهو، واقوم عاملاها كده اهو، واسند كده، واحط على النص ده شمع كده، واحط الورقة التانية برضو اهي كده كده، واقوم دخلها لجوه اهي، ودي كده النص ده كده، والزق كده، الزق دي كده. هنا بقى دي ودي قربوا من بعض، هحط من هنا ومن هنا كده، والزق بقى ايه واحدة بحالها ايه، واحدة هتبقى ايه، دي جايبة الاتنين اهو. دي هقفل بيها الجزء ده والجزء ده اهي، زي ما انتوا شايفين كده. انا كملتها كلها اهي. باجي اعمل تاني هنا كده، بحط بقى اخر حاجة اهي، دي اهي ودي اهي، باجي على النص ده، النص بقى كده، واحط كده، واخلي دي في النص بينهم اهي. وهنا كمان زي ما بدأت على النص ده كده، واحط ورق، احط بقى في النص كده اللي هنا كده، والزق كمان واحد. احنا قلنا ان دول 10 ورقات اهي. اهو عايزة احط عدد ورق اكتر، احط كل ما احط كل ما الوردة هتكون معايا اكبر اهي. خلاص دي اخر حاجة اهي، بلزق كده. خلاص كده اهو. ببتدي بقى الفوم ده اللي هو ملفوف عليه البكر ده، ده بستفاد منه، اللي هو ده كده اهو. باخد حتة اهي صغيرة احطها هنا في النص، او ممكن اقص حتة ستان مدورة واقفل بيها الوردة من هنا كده، او احط فوم. بس انا بحب حتة فوم زي دي كده علشان اغرس فيها العصاية بتاع الشيش طاووق دي، تبقى سهلة وحلوة. وممكن احط ورقة كرتون اقطعها مدورة برضو واحطها، هتبقى حلوة برضو عادي. دي اهي هلزقها طبعا كده اهي. هعمل بقى بالشمع كده، والزق الورق بتاعي ده، هخلي الوش بتاعه هو اللي تحت كده اهو. ودي كمان كده. عايزه اعمل ورق كمان زياده، عايزه ارفع الورقه، ارفع من كده، بقصها ارفع من كده كده. حلو اهو اهي. خلاص كده اهي، ورقه خلصت اهي. يعني هنتفاجئ بالشكل ان شاء الله. شايفين بقى اهي من جوه اهي، بصوا من جوه شكلها عامل ازاي اهي قبل ما اقلبها. شايفين من جوه اهي. هسحب الازازه اهي بكل سهوله طالعه اهي. ودي اهي الورده بتاعتنا اهي طالعه شكلها عامل ازاي. فطبعا هنا في واسع كده اهو، باخد 4 نقط، نقطه كده هنا 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 هنا
4 نقط زي الزائد كده، نقطة هنا اهي عشان ايه في تحت خالص في الزاوية اهي، واعمل كده هتمسك عشان ايه الورق يقرب من بعض اهي 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 اهي، شايفين اهي اهي اهي. شوف بنفتح دي شوية كده اهي، شايفين الوردة وجمالها. لو حد شافها ممكن ما يعرفش ان هي معمولة اصلا اهي. بنجيب بقى الخلة بتاعتنا الطويلة دي ونغرزها هنا كده في النص كده، بالراحة بالراحة بنلفها كده اهي، بندخلها حوالي سنتي كده اهي. خلاص كده ممكن نلزقها بقى كده بنقطة شمع عشان ما تطلعش. بنجيب بقى الستان بتاعنا الاخضر ده ونغلف الخلة دي بقى كده، نحط نقطة شمع كده ونعملها بزاوية كده كده، ونلف بقى كده كده اهي. خلاص كده شايفين وردتنا خلصت اهي. لو احنا عايزين نعمل بوكيه بنعمل بقى بنعمل الورق بتاعنا الورد بتاعنا كله كده بالشكل ده كده، فبنجمعهم كده وردة جنب وردة. ودي كمان يعني دي لو حطينا فيها دي كمان كده كده، ودي كمان. دول لسه يعني ما عملتش لهم الحاجات بتاعتهم اهي. هنعمل واحدة لون وواحدة لون ونجمع البوكيه بتاعنا كده. فايه لما نجمع المجموعة بتاعتنا كلها الورق بتاعنا كله اهو، بنعمله مجموعة كده بالشكل ده كده. شايفين في الوان كتير بقى من البكر الستان، ممكن نعمل اي لون احنا عايزينه، الاحمر النبيتي الروز الموف اي لون اهو. بنعمل بالشكل ده كده البداية، وبعدين بنحط هنا برضو واحدة لون تاني وهنا واحدة لون تاني وهنا كده، بين كل واحدة وواحدة هنحط واحدة وهنفضل نعمل كده لغاية ما نجمع البوكيه اللي احنا عايزينه. وبعد كده بالورق وبنغلفه او زي ما احنا حابين بالستان وبنلفه زي ما احنا حابين. ان شاء الله هعمله معاكم في فيديو تاني، هعمل معاكم البوكيه كله من الستان ده ان شاء الله. وخلاص كده الفيديو بتاع النهارده خلص اهو، وردتنا الجميلة اللي محدش يشك ان هي معمولة اصلا بشكل جميل بجد. يعني ايه هي نجحت معايا من اول مرة عملتها وطلعت معايا بالشكل ده اهي. يمكن هي دي اول وردة عملتها اهي، دي اول وردة عملتها وكنت بعملها عشوائي، ما كنتش اسمها من النص كمان مش طالعة مظبوطة قوي. فايه ودي تاني وردة عملتها. شايفين ده اللي بعد كده، شايفين كل مرة بتبقى أحلى من اللي قبلها. خلاص كده فيديو النهاردة خلص اهو، يا رب يعجبكم ويكون سهل وبسيط وتكونوا استفدتوا منه.
واللي حابب يستفسر عن حاجة او يسأل عن حاجة يسألني وانا اقول له ان شاء الله. هي بقرة الستان هتعمل لها حوالي 10 وردات من المقاس ده، يعني تعمل حوالي 10 او اكتر كمان من 10. هتعمل بقرة الستان هتعمل حوالي 10 وردات من دي، عشان تبقى عارفين ده. خلاص، فيديو النهاردة خلص، يا رب تعجبكم وتكونوا استفدتوا مني، واستنوني في افكار كتير ان شاء الله مع بعض، وسلام.